قلع الجاكيت وقام قلع القميص، فاهم؟ انا كنت قاعد بره، فقلع الجاكيت وقلع القميص، حاجه 70-3، والحكم يجي لي ومشوح للحكم، مش عارف انت مش فاهم في ايه. مش فاهمين في ايه. فهو كان ليه لازم على طول كده ايه، اول ما هيدي جامد في الاوضه هتضرب، فيفضل كده اختار حد كده ويشتغل بقى عليه بقى. ايه. في كذا واحد هياخد الزيرو ده، اللي كان بياخد زيرو ده فقعد يعمل ماشي في الاوضه يصفر كده، فقال لك النجوم في السماء. يعني احنا كان عندنا زمان لعيب اسمه ابو تريكه، هو مفكر نفسه نجم، فالنجم ده في السماء، انا بقول له النجم في السماء. كابتن شادي كابتن فوروات. شادي انا عملت ايه؟ كابتن فروات. كابتن فوروات، أبيض. ويقوم عامل له على الشاره كده، يقول له انت شاره بس، يعمل له كده مش عارف ايه الحضري. حضري سد فوروات، هو عامل كده. بجد والله. جمعه احسن مدافع في افريقيا زيرو، وما عامل له كده، فاهم؟ بركات مش عارف ايه، مسك ادى في كله. كله ده ايه اللي حصل؟ 3. ايوه نزلنا الشوط الثاني، مسكنا حراس الحدود ما جوش عندكم خالص. 45 دقيقه في ال 18. غارات بقى، ونزل اسامه حسني، وكان عماد متعب، وميدو، ونزل كل المهاجمين 3 أصلاً. فراوده، فاهم؟ صح. ونزل كل المهاجمين، قمنا جايبين جول، والحارس حدود ما عدوش النص الملعب. طبعا انتوا مش عارفين انا عملت كده ليه امبارح، ليه يعني. قال لنا الاداء ما كانش عاجبني، يعني لو كنت سبتكم الشوط الثاني كان الحرس هتيجي تديكوا 3. بس تفكيره في ايه؟ انت متخيل؟ انا ببص على الشوط الثاني، انا شفتوا انتوا بقى لما انا عملت معاكم كده، نزلتوا الشوط الثاني عملتوا ايه؟ عشان انتوا شعب، ما عامل لنا كده، بيحب ما بتجوش الا بكده.